بين الأمل واليأس مسافة في عقول الصابرين، يزرعون فيها أزهارا سقوها بطيب الرضا، ثم يحصدون شوك اليأس ويتركوه ليجف على شجرة النسيان. هؤلاء أدركوا وأيقنوا أن المكان أصبح غابة، فقرروا ألا يكونوا حيوانات. ترقيتهم جاءت على قدر تحملهم وإدراكهم أن الشيء إذا طلب يصبح بلا معنى، وإذا تكرر الموضوع يصبح بلا قيمة، وإذا تكررت الأعذار فقدت صدقها، وإذا ألح السؤال ضاعت الإجابة، وإذا كثر الكلام ضاع المعنى. هي نعمة حين تصمت لما تعلم أن الكلام لن يغير شيء، والسبب أنك تعلم أن بعض المواضيع الخوض فيها هو استنزاف للطاقة، وبعض الحوارات لا تحتاج إلى إجابات بل تحتاج إلى انسحاب. يا عزيز، إن أعلى درجات النضج هي أن تنسحب بهدوء حين تعلم أنك فقدت بريق حضورك. هي أن تنسحب بهدوء حين تعلم أنك فقدت بريق حضورك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.